7 مكسرات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. البندق بيساعد على تحسين وظائف المخ وتقوية المخ عشان مليان بالبروتينات والألياف والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتقوية المناعة. وأنصحكم بأكل 5 حبات بندق في اليوم. اللوز في حمض الفوليك المهم للأعصاب، وفي بروتينات بتساعد على بناء الخلايا، وكمان في فيتامين إي اللي بيحمي الخلايا فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وأنصحكم بأكل 5 حبات لوز في اليوم. الكاجو بيحسن من وظائف المخ عشان في عناصر غذائية مهمة للمخ زي المغنيسيوم وفيتامين بي 6 والدهون، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وأنصحكم بأكل 3 حبات كاجو في اليوم. عين الجمل أو الجوز مليان بأحماض أوميجا 3 ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات، فيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز وتحسين القدرات الذهنية. وأنصحكم بأكل 4 حبات من عين الجمل في اليوم. الفول السوداني فيه بروتينات ودهون غير مشبعة وفيتامينات مهمة للمخ زي فيتامين ك، فيحمي المخ والدماغ ويساعد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز. اللب الأبيض أو بذور اليقطين مليان بمضادات الأكسدة اللي بتحمي الجسم والمخ، وكمان عايزة أقول لكم إن اللب الأبيض مصدر ممتاز للزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد، فيساعد في تقوية الذاكرة وتحسين التركيز. الفستق بيقوي ترددات الموجات الدماغية اللي ليها علاقة بالإدراك والتعليم والذاكرة ووظائف الدماغ الأساسية، وكمان الفستق فيه عنصر الفسفور فينشط القدرات الذهنية ووظائف الدماغ المختلفة، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وأنصحكم بأكل 3 حبات من الفستق في اليوم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 أنواع من المكسرات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله.